ايه حكاية مانشستر يونايتد؟ وليه مشاكله ما بتنتهيش؟ وهل النادي في أزمة ولا في مشاكل بسيطة يسهل حلها؟ وهل الحلول دي إدارية ولا فنية ولا تخص الملاك؟ وإزاي السير أليكس فيرجسون أذى النادي من غير ما يقصد؟ وهل تين هاج جزء من المشكلة ولا ضحية مشاكل تانية؟ وليه في لعيبة كتير عندها مشاكل في عهده؟ وهل هو قادر ينهض بيونايتد تاني ولا لا؟ وليه لعيبة كتير جامدة لما بتيجي يونايتد بتبقى في منتهى السوء لدرجة ان منهم اللي بيمشي من يونايتد بيرجع يلعب حلو تاني في فرق تانية؟ وهل جه الوقت ان الملاك الحاليين ذا جليزرز يبيعوا النادي؟ يلا نجاوب على الأسئلة دي. نفس كروي عميق ونبدأ الحلقة. كان في واحد اسمه السير أليكس فيرجسون، لو تسمع عنه. هو مشهور بس مش شهرة كابتن عزيز مثلا، يعني مش للدرجات. وبمناسبة سير دي انا كنت هاخد لقب سير الاسبوع اللي فات وانا في لندن، اترجوني اقعد يومين كمان عشان نخلص الاجراءات، بس انا كان لازم ارجع عشان افتح للست اللي بتنظف هنا كل يوم 3. المهم السير أليكس فيرجسون ده مسك مانشستر يونايتد 26 سنة، من سنة 86 ل 2013. وللي معظم الناس عارفينه، راجل حقق 38 بطولة، منهم 5 كاس و2 دوري ابطال اوروبا، والقنبلة اللي حققها هي 13 لقب دوري. راجل بياخد الدوري بمعدل سنة سنة لا، ووفى بوعده لما قال همشي من النادي ده وانا جايب بطولات دوري اكتر من ليفربول. وفعلا في 2013 يجيب الدوري رقم 20 في تاريخ مانشستر يونايتد، وساعتها كان ليفربول 19 بس، ويقول لك سلام عليكم ويسلم الرايه. ومن هنا تبدأ المعاناة. لما هنتكلم عن مشاكل مانشستر يونايتد طبعا لازم نتكلم على الفورمه اللي هم فيها دلوقتي، النتائج السيئه والاداء الاسوأ والروح واللخبطه والمشاكل بين اللعيبه، وهل تين هاج بيدير صح ولا لا، والاداره بتعمل ايه والملاك بيعملوا ايه. بس قبل ما نتكلم ونسرح في الشهرين 3 اللي احنا فيهم بتوع بدايه الموسم ده، لازم نجيب الموضوع من اللحظه اللي كنت بتكلم عليها من شويه، خروج السير أليكس فيرجسون في 2013. الراجل العظيم ده اللي هو مدير الفني الاعظم في تاريخ يونايتد ومن اعظم اسامي التدريب في تاريخ الكره عامه، الراجل ده لما مشي من 10 سنين اعلن عن انقراض نوعيه معينه من المدربين. هتقول لي النوعيه اللي هي بتقعد اكتر من 20 سنه زيه وزي ارسن فينجر وكده. هقول لك لا، مش قصدي كده، واصبر شويه ما تقاطعنيش، عشان انا كده روحي في مناخيري، لان الست اللي انا ضيعت عليها لقب سير عزيز عشان انزل افتح لها تنظف البيت في الاخر ما جاتش، وقال ايه بتقول لي اصل جوزي متخانق معايا وحالف ما انا نازله. المهم نرجع لموضوعنا. انا قصدي ايه بنوعيه السير؟ ارسن فينجر كان زيه في الحته دي. هي نوعيه المدير الفني الوان مان شو. زمان في التسعينات واوائل الالفينات الناس دي نجحت في وقت كانت صناعه الكوره اقل انتشارا واقل تطورا في الداتا والاناليتكس وابسط نسبيا، فكان الوضع يسمح مع طبعا عبقريتهم المفرطه في ان هم صنعوا تاريخ للنوادي اللي زي دي ان هم يسيطروا على كل حاجه. فيجي واحد زي السير أليكس فيرجسون اللي هو مدير الفني اليونايتد العملاق والتاريخي، بس هو على ارض الواقع كان مدير تسويقي وخبير استراتيجي ومدير اكتشاف مواهب ومدير كوره ومدير اداري. طبعا المناصب دي كان كلها ليها ناسها، لكن وقتها كان القول الاول والاخير للسير أليكس فيرجسون، والقوه والسيطره المطلقه ليه عن جداره واستحقاق وقتها. لكن دلوقتي الزمن اتغير، فلما يجي راجل بالقوه المطلقه دي يمشي ما بيسيبلكش ثغره في مكان واحد، ده بيسيب لك ثغره في كل حته في النادي. وهنا بتوجه الاعين على الملاك والاداره، هيعملوا ايه بقى من بعده؟ تعالوا نشوف عملوا ايه. ملقوش هويه ولا سبتوا على استراتيجيه، فكانت النتيجه 2013 تعيين ديفيد مويس ومعاه صفقتين مروان فيلايني وخوان ماتا، مركز 7 ولا بطولات. 2014 اقاله مويس وتعيين لويس فان خال ومعاه هيريرا وبليند ولوك شو وماركوس روخو ودي ماريا، مركز 4 ولا بطولات. 2015 يمضوا مع شفانشتايجر ودارميان ومنفس ديباي وسيرجيو روميرو وانتوني مارسيال، مركز 5 وكاس انجلترا. 2016 اقاله فان خال وتعيين مورينيو ومعاه إيريك بايي ومختريان وبول بوجبا وإبراموفيتش، مركز 6 والفوز باليوروبا ليج. 2017 يجيبوا لوكاكو وماتيتش وليندلوف وأليكسيس سانشيز في نص الموسم، مركز 2 ولا بطولات. 2018 يجيبوا فريد ودييجو دالو في نص الموسم، النتائج ما تظبطش ومورينيو بيتم اقالته، سولشاير بيكمل الموسم، مركز 6 ولا بطولات. 2019 جيمس ووان بيساكا وهاري ماجواير وفي نص الموسم برونو فرنانديز بيتم التعاقد معاهم، مركز 3 ولا بطولات. 2020 موسم الكوفيد بيتعاقدوا مع فان دي بيك وديالو تيليتش وإدنسون كافاني، مركز 2 ولا بطولات. 2021 جيدون سانشو رافائيل فاران وطبعا كريستيانو رونالدو، وقبل نهايه الموسم سولشاير بيتم اقالته والرئيس التنفيذي للنادي اد وودورد بالسلامه هو كمان، ورالف رانيك بيمسك التدريب كام شهر، مركز 6
ولا بطولات. 2022 تنهاج بيوصل وبيجي له اريكسن ومارتينيز وانتوني ومالاسيا وكاسيميرو، مركز ثالث وكاس الرابطه وموسم متذبذب واداء غير مقنع باجماع الكل. 2023 الكل عارف البدايه السيئه اللي احنا فيها اليونايتد دلوقتي، وابتدى يبقى فيه علامات استفهام على تنهاج. لو هنلخص ال10 سنين دول اللي فيهم يونايتد صرف تقريبا مليار و800 استرليني على الصفقات بس، هتقدر تشوف فيهم ان المشكله مشكله اداره وملكيه للنادي بحت. الناس دي لا عندها رؤيه ولا شايفه هي عايزه ايه ولا بتعين على اساس ايه، بدليل ان حتى على مستوى الاداره تم تعيين ناس وتغيير ناس، ما بالك بقى بالمدير الفني اللي كل سنه ونص او سنتين بحد اقصى بيمشي. طب الفريق ده ملهوش صاحب، محدش عنده رؤيه هنعمل ايه، هنبيع بكام وهنشتري بكام، اللعيبه بتاعتي اللي انا بشتريها دي عشان اكون فريق عامل ازاي، بيلعب بانهي اسلوب، فالنتيجه خلطبيطه. تنهاج ما هوش ضحيه وبس ولا هو المشكله كلها، لكن هو جزء كبير من المشكله. وعشان كده طلع في المؤتمر الصحفي بعد مباراه جالاتا سراي والهزيمه 3-2 اللي بتوصل اجمالي هزايم يونايتد من بدايه الموسم ل6 ماتشات من اصل 10، طلع قال احنا لازم نتكاتف كلنا كاداره وجهاز فني ولعيبه عشان نطلع من اللي احنا فيه ده. رساله واضحه وصريحه ان هو انا مش هحارب لوحدي. ولو شفت فعلا اداء اللعيبه في اخر كام ماتش واخرهم جالاتا سراي في الشامبيونز ليج، هتحس كده من اخطائهم وطريقه جريهم ان اللعبه دي مش فارق لها، وهو فعلا مش قادر يحارب لوحده والشيله كبيره عليه. وعندي تحفظات كتير عليه برغم ان هو اصلا في انفايرمنت او في بيئه غير صالحه للنجاح زي ما شرحنا من شويه. يعني انت كل يوم والتاني عندك مشكله مع لعيبه، من ساعه كريستيانو رونالدو لحد جيدن سانشو. دي حاجه مثلا بتحط علامه استفهام على ما المانجمنت بتاعه. ثانيا في صفقاته واختياراته، انت ايه معاييرك؟ لعيبه تعرفها من هولندا وخلاص؟ طب يا سيدي انت عايز تلعب بانهي اسلوب دفاعي وتلعب على التحولات، ولا ضغط عالي، ولا دوميننت فوتبول وبيلد اب من الخلف؟ ولو انت جايب اندريه اونانا مخصوص عشان يلعب برجله، فهل اونانا هيسلم الكره لمرابط وكاسيميرو وليساندرو مارتينيز؟ هم دول بقى الكويره؟ ده لو افترضنا ان انت عايز تلعب كره من الخلف. الخلاصه ان دلوقتي تلمم متعوس على خايب الرجا، مدير فني تايه ورؤيته مش واضحه، في نادي ادارته تايهه وملاكه تايهين برؤيه مش واضحه، رئيس تنفيذي للنادي ريتشارد ارنولد بيرمي اللوم على معظم المشاكل دي على العهد السابق بتاع وودورد، استاد وملاعب تدريب بيتصرف عليها فلوس لكن في نفس الوقت بشهاده الجميع لم يتم تطويرها بشكل مناسب، وحتى ملاك يوم يقول لك هنبيع ويوم يقول لك مش هنبيع. في رايي الشخصي الفشيخ قصدي المتواضع، انا مقتنع ان تنهاج مش هيطول، ولكن مش هيبقى ده الحل لازم يجي من فوق، لان الملاك دول اثبتوا هم وادارتهم ان هم مش عارفين هم عايزين ايه ولا بيعملوا ايه. فاصرف مهما تصرف هتفضل فلوس وبتتحرق على الارض. ان ما كانش عندك استراتيجيه واضحه وخطه مستقبليه واضحه بناء على اساسها بتعين ادارتك وبتعين جهازك الفني، وبالتالي هو بيشتري لعيبته، كل ده عشان نمشي على خطه واحده وهدف واحد نمشي عليه، يبقى ايدك والارض. رحيل تنهاج لو حصل قريب وانا حاسه هيحصل مش هيكون الحل، وما كانش الموضوع يبدا من فوق، يبقى الله اعلم مانشستر يونايتد قدامه كام سنه على ما يقوم من اللي هو فيه لسه. قول لي في الكومنتات موافقني الراي ولا لا، واعمل شير للحلقه يمكن حبيبك ابو العز حلقته توصل لاداره وملاك مانشستر يونايتد وياخدوا برايه، وعوضها المره دي واطلع اخد لقب السير بدل اللي ضيعته الاسبوع اللي فات في لندن. اشوفكم الحلقه الجايه، باي.